عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب الصف الثالث متوسط؟ تمهيدي. هذا السؤال جاوبكم إياه سؤال رابع تمهيدي 2024 مع الفيزياء. مقاومتان، مقاومة 2 عندك 2 و4 مقاومتين ربطتا على التوالي. ركز على التوالي اوكي مع بعضها، ثم ربطها على طرف مصدر فرق الزوجيات 12 فولت. 12 فولت. عندك هذا بطارية مثل ما تشوفون قدامكم 12 فولت عزيزي الطالب، بطارية 12 فولت. شنو يريد ما عندك؟ يقول أول شيء يريد مقدار التيار الكلي في الدائرة. لا تنسى الربط التوالي. لما تطلع التيار، تيار واحد زائد تيار واحد وتيار اثنين يساوي بعض، يعني التيار الأول يساوي التيار الثاني بالتوالي. عزيزي الطالب ركز. تجي هنا نكتب الربط على التوالي. المقاومة الكلية مقاومة 1 زائد مقاومة 2. عندك هنا 4 وعندك 2. 4 زائد 2 يساوي 6. هذا مجموع مقاومات. قانون نقول مقاومة كلية يساوي فولت كلي على تيار كلي. هسه احنا شنو المجهول عندنا؟ عندنا التيار مجهول، هذا تخلي بمكان هذا، تجي هنا يصير التيار الكلي يساوي 12 فولت على التيار الكلي على المقاومة الكلية. اوكي، التيار الكلي يساوي 12 فولت على المقاومة الكلية اللي هو قدامك، هذا طلعنا 12 فولت. 12 فولت تقسيم 6 يطلع 2 امبير. بما انه التيارات ربط على التوالي، اذا ار واحد الاي واحد يساوي اي 2، تيار واحد يساوي تيار 2. هذا السؤال الثاني شنو يريد من عندك؟ فرق الجهد الكهربائي على كل مقاومة، على طرف كل مقاومة. نقول فولتية واحد يساوي فولتية واحد يساوي ار واحد في تيار واحد. عندك 4 في 2 يساوي 18. هذا مقام واحد. تجي هنا 2 في 2 يساوي 4. في كل مقاومة. للتوضيح أكثر، المقاومة الأولى، هذه المقاومة الأولى موجودة بالسؤال 4 في التيار 2 8 فولتي 2 همين تقدر تقول شيء. عندك 2 مقاومة في تيار يساوي 4. إذا الفولتية الأولى هو 8، الفولتية الثانية هو 4.